السلام عليكم. لم يرتدي القفاز الطبي. لا يتم الحقن في وريد تم الحقن به في أقل من يومين. يجب مسح مكان الحقن مرة واحدة فقط. المسح أكثر من مرة بيزود العدوى. عقمة الإبرة بنفس المسحة. الإبرة معقمة فلا حاجة لتعقيمها. ممنوع لمس مكان الحقن بعد التعقيم. الدخول على طول الإبرة. سحب المدفع للتأكد من دخولها في الوريد عندما يخرج الدم. عندما سحب المدفع ظهرت فقاعة في السرنجة، وده بسبب إنه لم يفرغ الإبرة من الهواء جيدا قبل الحقن. يجب فك الرباط قبل الحقن. بيحاول يحقن الدواء ببطء لتفادي دخول الفقاعة، وده خطر. لاحظ تخثر الدم بسبب الفقاعة. لم يحقن الدواء كاملا. يفضل سحب الإبرة ثم الضغط بقطنة، لأنه ممكن تجرح الوريد أكتر لما تضغط أثناء خروج الإبرة من الوريد. بتفك الرباط والإبرة لسه في الوريد. ثم الضغط بلطف على الوريد لا بقوة. دي بقى حقن الطفل بس بشكل غبي. ماسك الإبرة بدون غطاء وهو بيضع الطفلة، وده ممكن يسبب إن الإبرة تدخل في عين الطفلة. يجب أن يمسك الطفلة شخص كبير، لأن حركة الطفلة ممكن تدخل الإبرة في مكان غلط. مش منتبه للحقنة. الحقنة ممكن تدخل في رقبته.